السلام عليكم بنات. واش توحشتوني وتوحشتكم؟ والمهم اليوم جيتكم بواحد الغريبه اللي هي حرشه تدار في الفرن، سهله وبسيطه. تاع المقادير ديالها بساط بزاف. وغنمشيو للمقادير. عندنا سميده رقيقه، السميده ديال الحلوى عندنا 500 غرام تقريبا. غناخدو كاس ديال نضيفو لها كاس ديال الفورص ابيض، كاس معمرش ديال الزيت، وكاس معمرش ديال السكر. عندنا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه ديال العجينه، وبيضه، جوج ديال لي ساشي ديال الخميره الحمراء، وواحد فاني، او الا عندك شي منسم تقدر تعوضو به، اولا ديك فاني ديال الزهر، قريصه ولا قبيصه ديال الملحه. ديك الخميره بطبيعه الحال غناخدوها وغنديروها في جوج كيسان ديال الحليب دافي، تنخلوها فيه حتى تطلق شويه او تتفاعل مع داك الحليب بلا ما نديرو النواشف نجمعوهم. ديك الساعات هذاك الحليب هو باش غادي نجمعو هذاك الخليط ديالنا. غنحسبو دابا 4 ديال الكيسان ديال السميده رقيقه. انا قلت لكم 500 غرام حيت غادي نشيطو واحد شويه ديال السميده فاش غنفندو دوك الكويرات. داكشي علاش غادي نعبرو 4 ديال الكيسان، وبطبيعه الحال كاس ديال العنبه اولا كاس بحال هذا لانه حتى هو نفس المقدار ديال كاس ديال العنبه. نعبرو 4 ديال الكيسان ديال السميده رقيقه ديال الحلوى. وهداك الشيء اللي بقى راه تنفندو فيه وطيشت منه، تنفندو فيه دوك الكويرات اللي غادي نديرو دابا. ومن الاحسن لو كان عندنا شويه ديال السميده غليظه نخلطوها مع هذيك السميده. انا ما عنديش، اكتفيتي بالسميده رقيقه. المهم ديك السميده ضفت ليها كاس ديال الطحين ابيض، وضفت ليها هادوك الساشيات ديال الخميره الحمراء والخميره البيضاء. كنضيفو داك الكاس ديال المعمرش ديال الزيت، وبطبيعة الحال قريصة ديال الملحة. كنضيفو البيضة كاملة، وتنخلطو الخليط ديالنا بهذاك الحليب اللي كنا درنا فيه الخميره تتفاعل. يكون دافي البنات، يكون دافي، ضروري يكون دافي باش الخميره دير المفعول ديالها وتطرخ لنا في داك الحليب. كنخلطو بها هذاك الخليط بطبيعه الحال، ما كنزيدوش، يعني جوج كيسان د الحليب كافيين باش يخلطوا لينا. يعني ما خصهاش تكون جاريه بزاف، ما خصهاش تكون عاقده بزاف، يعني خصها تكون مطلوقه. واصلا بلا ما توجدي الطاوه ديالك الفران تيكون لدرجه الحراره ديالو تيكون اصلا مسخن على درجه الحراره ديال 180. تتشعلوه حتى تيسخن مزيان. انا راه شعلته قبل ما نبدا هادشي، خصو يكون سخون مزيان. عاد كطفوا لتحت وتخلوا الفوق خدام باش كيتشقق لكم هاد الحريشات هادو. صافي من بعد ما خلطناها، يعني بلا ما حضرت الطاوه ديالي فاش تنحط الكويرات، راه صافي تنفندهم وكنجي كنحطهم. يعني ما تيبقاوش واحد المده باش تيخمروا، يعني كما تتعجنيهم كما تطيبيهم. تندهني يديا بشويه ديال الزيت وتنبدا نكور هذوك الحريشات وتنفندهم في هذيك السميده وكنحطهم في الطاوه اللي غتدخل الفرن. ما نحاولوش نزحموهم لانهم كيتنفخوا شويه، ما تيتنفخوش بزاف، غير شويه. الاحسن اننا نعطيهم واحد شويه ديال ليسباس باش كيطيبوا على خاطرهم. تجي زوينه هذه في الكوتي ولا في الفطور. هي ما كتبقاش بزاف، يعني ما تبغاش انها تحتفظي بها، يعني تطيبيها تقدري تحطيها في الثلاجه لنهار او لا يومين صافي، لان ماشي من دوك الحلويات اللي تتبداي تحطيهم واحد المده طويله، فهي بحال الحرشه تقريبا ما كتبقاش بزاف. اولا بتحتفظي بها في المجمد من غير المجمد فهي كتبقى بحال الحرشه
الا بقات ليك واحد المده في الثلاجه فهي ما كيبقاش فيها واحد المذاق. داكشي علاش كي تصيبوها تتبغي هاد الحرشه هادي تتصيب تتبغي تستهلك. وما تنساوش عفاكم واحد اللايك وواحد ابوني، شجعوا اختكم باش ديما دير لكم الجديد ان شاء الله. حنا دابا غادي ندوي على الفران وها هي خرجات. شتي كي تتجي روعه ورطبه، عرفتي تتجي في الفم، عرفتي كتذوب في الفم. نتمنى انكم تجربوها والى اللقاء.